يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ بصوا، النهارده جايه لكم من المطبخ. قررت النهارده ان انا انظف المطبخ تنظيف عميق لحد ما تمام قد ما اقدر، عشان لما اشتري مشتريات الشهر باذن الله يبقى نظيف ويبقى المطبخ كله جاهز. طبعا انتوا عارفين، ومش يعني الموضوع ده بقوله في كل فيديو، بس انا الحمد لله شقتي كلها على الشارع زي ما انتم شايفين كده، فهي بتتطرب بسرعه جدا، بتتطرب بسرعه جدا. تمام. فكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده في خلال مثلا يومين ثلاثه، فاهمين؟ اللي هو يعني بجد مش ببالغ، بعيدا عن البوتاجاز مثلا الحاجات دي. الرف مثلا، لا الرف بقاله حبه مثلا ما عملتوش، بصوا مليان تراب ازاي. تمام. الرف ده برضو بتاع الصواني وكده. فلكن الرخامه يعني انا بعملها معاكم تقريبا في كل فيديو، بس بصوا يعني مش عارفه باين مش باين كويس في الكاميرا بصراحه، بس هي متربه على الاخر، يعني هي مبهدله على الاخر خلاص. زائد كمان انه السجاده دي طبعا عايزه تتغسل. بصوا هنا طبعا الحاجه كلها حطيتها على الرف ده. فايه بقى، هنخلص شغلنا، هننضف كويس قوي وبعدين نرجع الحاجه مكانها. وبعد كده طبعا هاخد التربو ده كمان انضفه. بصوا هنا في شفاط، يعني ادعوا له كده ربنا يحن عليه ويروح يتصلح، عشان بقاله حبه مش متصلح، يعني بقاله حبه كتير شايلاه، لكن يعني ما فضلناش ان احنا نوديه يتصلح. فربنا يسهل، يعني يا رب ينفخ في صورته كده ويتصلح ويتركب تاني وتبقى الدنيا كده زي الفل. اوكي، يلا بينا نبدا. يا صباح الورد يا حلوين، عايزه اقول لكم ان انتوا وحشني قوي قوي قوي، ومبسوطه ان انا النهارده هعرف ارغي معاكم واحنا في خلال ما احنا بنشتغل. بصوا، من الحاجات اللي انا بحب استخدمها في تنظيف المطبخ هي لهلوبه، من المنظفات اللي اعتقد انه في ناس يعني عارفينها كتير. بحس ان هو بيلمع ما شاء الله من غير ما يعمل الافكت الحارق بتاع الحاجات اللي هي بتدوب الدهون وكده، فاهمين؟ فبحب استخدمه مثلا للرخامه واي حاجه محتاجه تتلمع. الصراحه هو بيلمعها عدل. لو دهون عنيده قوي لا طبعا لازم استخدم معاها الحاجات اللي انتوا هتشوفوها ان شاء الله في خلال الفيديو. تابعوا معايا. ويعني عايزه اقول لكم ان انا خليت المطبخ فله شمعة منوره بجد في الاخر، ظبطته على الاخر. الرف ده بيتطرب بطريقه طبعا عشان هو في وش الشباك على طول، فالتراب بيبقى مغطي الحاجه، وطبعا ده بستخدمه كخزين زي ما انتوا عارفين. كمان قررت ان انا افك الشفاط اللي بقاله حبه حلوين ما تنضفش الصراحه من جوه. يعني انا كنت بس بنضفه من بره، يعني احيانا والله اوقات لما بيكون في حد بيساعدني بخليه يشيل الشفاط خالص. تمام. يعني وانا انضف كمان حتى ضلفه الدولاب من تحت اللي هي بتبقى فوق الشفاط على طول، ولكن المره دي مفيش حد. كمان هنعمل البوتاجاز بالمرة. طبعا حوامل البوتاجاز من الحاجات اللي انا بصراحة مش بنضفها باستمرار. على طول يعني بيبقى مثلا بعد الاكل اقوم شايله الحوامل ومنضفه سطح البوتاجاز نفسه، لكن الحوامل مش بدعكه. هي طبعا الحمد لله مش الظهر بيبقى تنظيفه اصعب. هي الحوامل بتاعتي ستيل، فهي بتنضف يعني بسرعه الى حد ما، بس في اماكن فيها بحس ان هي كانها يعني من كتر بقى متحط عليها حلل سخنه وكده، ان هي كانها الخشونه اللي فيها دي خشونه ان هي بتتحرق، يعني مش ان هي محتاجه تنضف او حاجه. اللي انا رشيت عليها سترس وكده، لكن يعني في حتت بتفضل خشنه، الباقي ما شاء الله بينعم وبيبقى بيلمع. فدي حاجه طبعا حلوة. كمان طبعا خدت العيون بتاعة البوتاجاز كلها غطيتها بالسترس، وبعد كده مسكتها واحدة واحدة، ويعني عملت تنظيف عميق. طبعا للأسف الشديد البوتاجاز بتاعي يعني من الغلطات اللي احنا كنا عملناها عليه زمان، ان انا كنت في اول جوازي ما كانش عندي خبره قوي يعني. فكنا جايبين فلاش اللي هو بيبقى 7 في 1، معرفش تعرفوه ولا لا. فلاش طبعا هو قوي، ولكن 7 في 1 معمول ان هو متعدد الاستخدامات، وان هو راسمين عليه بقى بوتاجاز وفرن ومفروشات وكل حاجه. فكنت بستخدمه لكل حاجه، وكان تحفه 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 بصراحه، كان جميل قوي. بعدين خلص مني، يعني خلص من عندي 7 في 1 ده، رحت جايبة فلاش عادي اوكي بتاع الحمامات ده، فاهمين؟ وانا في دماغي انه الفلاش مش حاجة قوية، ما كنتش اعرف انه حاجة قوية للدرجة دي.
وما كنتش اعرف انه 7 في 1 ده مخفف، يعني هما بيخففوه مش فلاش العادي. فرحت عامله بيه يعني مره البوتاجاز، في البوتاجاز طبعا بقع وبقى شكله يعني كان يعني اول جواز كان بيلمع قوي، كان الستيل اللي هو بيلمع. دلوقتي للأسف ما بقاش بقى مطفي بسبب استخدامي للفلاش. تمام. فنصيحة دايما كده ايه، في يعني لو انت لسه عروسه او هتتجوزي قريب، حاولي ان انت يعني ما تنظفيش كل حاجه بمنظف واحد، لانه في يعني في حاجات تنفع وحاجات لا. عايزه اقول لكم حتى الحمام نفسه للاسف في يعني مثلا القعده مثلا نفسها، قعده الحمام او البانيو او كده، في اللي بيبقى رخام وفي اللي بيبقى زي بلاستيك كده، فاهمين؟ ف يعني حاجه الرخام لو استخدمتوا معاها مثلا سلكه خشنه شويه تلاقيها بتنضف بسهوله، ولو فيها ترسبات بتروح وكده. بينما البلاستيك لو استخدمت عليها حاجه خشنه بتتجرح وبيبقى شكلها معفن قوي. ف يعني حاولوا ان انتوا يعني بجد في البدايه كده يعني تختبروا كل حاجة عندكم في البيت، لأن الخامات بتختلف حتى في خلال الحاجة الواحدة، ممكن تلاقي فيها كذا خامة، ومش كل المنظفات بتنفع معاهم. يعني أنا عندي خسائر كتير قوي في الشقة. يعني عايزة أقول لكم، يعني أنا كل ما أشوف غسالة الهدوم بتاعتي بنهار، بسبب إن أنا في مرة كنت يعني عايزة أنضفها من بره، يعني فاهمين الهيكل من بره، نضافة زيادة على اللزوم بصراحة. فرحت واخدة بقى ايه ليفة العادية بتاعت المواعين دي، وعايزه ادعكها من بره عشان بعد كده امسحها بقى بسبونج او بفوطه او كده. فيا دوب جايه بحطها على الباب بتاع الغساله اللي هو بيبقى فيه طلاق لامع ده، راح الطلاق اتقشر في لحظه، وتحته بقى كان طلع بلاستيك وشكله ما بقاش حلو خالص خالص. انا كل ما اشوف ده طبعا عشان ندهنه اصلا محتاجين نجيب مثلا يعني حاجة اللي هو الدهان ده بيبقى مش عارفة ب500 جنيه وفي ب1000 جنيه. تمام. ده كمان ممكن ما يطلعش زيه، يعني مش هيطلعش لامع كده زي باقي الباب، فاهمين؟ فخلاص يعني انا استعوضت ربنا في الموضوع ده، وقلت يعني ان شاء الله ربنا يسهل ويعني شقتي الجديده ما اضطرش ان انا احط فيها غساله الهدوم في المطبخ، لانه لو اتحطت في المطبخ هيبقى شكلها مش حلو. هي في الحمام دلوقتي انا حاطه لها كفر ومتغطيه وعادي، بس في المطبخ هتبقى طبعا في وسط الاجهزه وهيبقى كل حاجه باينه. بس كده الحمد لله خلاص نضفنا، والدنيا يعني لحد كبير قوي نطفت كويس جدا وبقت بتلمع وزي الفل. الرف اهو رصيت فيه الحاجه. طبعا في ناس كتير قوي بتقولي انت ليه بتحطي يعني حاجات كتير بره كده، زي مثلا المعالق اللي انا يعني معلقاها وكده على الدولاب، والرف ده حاطه فيه جزء من الخزين. بصوا يا جماعه، يعني انا عارفه انه جماليا اكيد يعني الافضل ان انا احط اكسسوارز، ما احطش حاجات زي دي كده، بيبقى شكلها احلى، ولكن المساحه عندي ما تكفيش. يعني انا حتى جبت التربو ده بعد الجواز، لان لقيت ان الدولاب عندي ما بياخدش كل حاجه. التربو ده بحط فيه اي حاجه خزين زياده عندي ما عنديش ليها مكان. ما شاء الله طبعا هو بصراحة شايل معايا كل الكراكيب اللي ملهاش أي مكان خالص عندي في الدولاب، وفي حاجات بضطر نحطها بره. عايز أقول لكم حتى درج الرفايع بتاعي هو هيفرقع من كتر الرفايع اللي فيه، من كتر ما أنا مش لاقية مكان أحط فيه تاني يعني. فلو انتوا عندكم مساحة كبيرة يعني احمدوا ربنا عليها، وما تكرهوش الناس في حاجتها، لانه يعني عايزه اقول لكم الفيديو بتاع جولة في مطبخي كان ما شاء الله جايب ردود افعال كويسة، وفي ناس يعني قليل ذوق الصراحة، فكانت بترد بكومنتات مش حلوة، زي مثلا ان هم متضايقين مثلا من الحاجات اللي انا معلقاها، اللي هي شوية الرفاع اللي انا حطاها على الدولاب وكده، ان هم شايفين ان هي كركبة. يعني بصوا في الحياة العملية ما ينفعش ان احنا يعني نفكر بس في الشكل. انا عارفه انه طبعا اليوتيوب دلوقتي مليان بقى حاجات اللي هي الرخامه، تبقى مليانه اكسسوارز اصلا، حاجات ما حدش بيستخدمها، وبتبقى انت شايله همها كل شويه، لازم تلمعيها ولازم يعني تشيلي من عليها التراب، وفي الاخر انت مش مستفيده منها. تمام. مجرد بس شكل. الشكل حلو ومهم وكل حاجه، بس الواحد بيتكلم في حياه عمليه. يعني انا كنت بصور لكم فيديو واقعي جدا، يعني ما كنتش حتى ما غيرتش اي حاجه في المطبخ ساعه ما جيت اصور، عشان خاطر تشوفوه بشكل مختلف. انا بصور لكم وبوريكم حتى الحاجات اللي هي منظمات العمليه اللي نفعت معايا وخلت الدنيا تتلم اكتر من كده. يعني انا لو وريتكم اصلا صوره مطبخي ساعه الجواز، اللي هو ساعه ما فرشوه لي وانا عروسه،
كان أسوأ من كده بكتير. كانوا حاطين لي كل حاجة على الرخامات بقى، على عروسة بقى جايبة بقى يعني الحاجات بتاعة المطبخ دي لازم تتعرض بره وتتحط بره، فكان الموضوع أزمة، كان عامل لي عقدة نفسية. أنا لو رجع بيا الزمن هدخل مطبخي أرتبه بنفسي عشان ما اشوفش المنظر اللي أنا كنت شايفاه في بداية الجواز، وساعتها ما كنتش عارفة لسه أنظم الدنيا كويس. الحمد لله دلوقتي الدنيا اتنظمت معايا كتير جدا. تمام. بصوا التربو ده للاسف عايز اقول لكم من قبل ما اسافر لاهلي وهو ما تنضفش، مليان طبعا حاجات واقعه في كل حته وتراب متبهدل خالص. ف يعني الحمد لله ان ربنا حن عليه، قررت ان انا انضفه اخيرا. زي ما قلت لكم هو مليان كل حاجه ملهاش مكان في المطبخ، ما بحط عليه فيه السكر، الرز، المكرونه، الحاجات الزياده مثلا بهارات زياده ملهاش مكان في درج البهارات. هوريكم كمان درج البهارات بعد ما نخلص التربو، وبرده هو كمان محتاج تظبيط، يعني محتاج يتظبط. عايز اقول لكم السله اللي هتشوفوها في الدرج كانت مليانه بهارات، رميتها كل حاجات كتير جدا رميتها بسبب ان هي بقالها فتره حتى ريحتها ما بقتش ريحه حلوه، فاهمين؟ فخلاص قررت ان انا اتخلص منها. ودي نصيحه برضو ليكوا، يعني دايما اي حاجه ما بتستخدموهاش وشايفين ان هي ما بقاش ليها لازمه ارموها، يعني ارموها بجد، ما تبقوش تحتفظوا بحاجات. انا الفتره دي عامله حمله على الشقه كلها في حاجات ما بصورهاش، بس انا رميت كميه زباله لا حصر لها. يعني انا كنت محتفظه بكميه اكياس، عارفين الاكياس تحتفظوا بيها عشان تستخدميها في زباله، فكنت ما شاء الله بحتفظ بكميه كبيره جدا. رميت كل حاجه، اللي هو انا مش محتاج كل الكميه دي، انا كده كده هشتري، يعني ربنا يبارك واشتري حاجات تاني ويبقى في اكياس تاني وهستخدمها. ليه افضل احتفظ بالاكياس بالطريقه دي؟ رميت حاجات كتير قوي قوي، يعني كراتين وكياس وحاجات طبعا هدوم طلعتها كمان. فنصيحة دايما تخلصوا من اي حاجة زيادة وما استخدمتوهاش لمدة 6 شهور، سنة، سنتين، يعني كل حد وحسب ظروفه. تعالوا كده يا جماعة اقول لكم على طريقتي السحرية اللي اكتشفتها الحمد لله اخيرا، وقدرت ان انا انضف بيها القلايه بعد محاولات فاشله للاسف ادت انه القلايه اتقشرت حبه صغيرين. الحمد لله ان انا لحقتها، لان القلايه بتاعتي حكيت لكم عليها في الفيديو بتاع ريفيو الاجهزه الكهربائيه بتاعه المطبخ، وقلت لكم ان هي فيها اخرام من الجنب، دي بتخلي تنظيفها صعب قوي، ولما الدهون بتتراكم فيها بتبقى صعبه جدا زي ما انتم شايفين كده. المكون السحري اللي يعني بعد بحث جامد اكتشفته هو حاجه اسمها السرس اللي هو البودره اللي انتم شايفينها دي. هي عباره عن تقريبا بعد ما بيبيضوا الرز، اللي هو رز بيطلع منه زي حاجه شبه النخاله كده، تمام؟ هي قشره بتاعه الرز. القشره دي عارفين لما بتدعكوا بيها اي حاجه فيها دهون بتقوم لما الدهون كده شرباها، تمام، وبتطلع معاكم كتله واحده. فعارفين الفكره؟ هو فكرته كده. لان انا لما كنت بنظف حتى بالليفه او الاسبونج او كده، كانت للاسف الدهون بتطلع بتملى الليفه، بتبوظ الليفه من كتر ما هي تطلع فيه وتبقى ملزقه وحاجه اخر. انتوا اكيد الناس اللي عندها قلايات فاهمين قصدي كويس، تنظيفها بيبقى رخم، دي اسوأ حاجه فيها الصراحه. بس مع السرس ده او حتى الرده، لو انتوا ما عندكوش سرس ممكن رده كمان تغني عنه، الموضوع بيبقى اسهل بكتير بكتير بجد. هيبقى اولا بجمع بيها الدهون وبعد كده بغسل الغسل العادي بتاعي، بس هيبقى كأنك بتغسلي حاجه عاديه فيها دهون، فاهمين؟ يعني مش الموضوع مش هيكون صعب خالص خالص زي لما بتبدأي من الاول خالص الدهون بتبقى ناشفه في القلايه او كده. لو انتوا طبعا يعني ربنا كرمكم تغسلوها بعد كل استخدام، بس انا احيانا لما مثلا بقلي فيها بطاطس او كده بتبقى مش محتاجه غسيل يعني، فبقوم بس غسلها كده شطفاها شطفه بسيطه وبرجعها تاني. فللاسف الدهون بتتراكم وقت على وقت. حاول ان شاء الله الفتره الجايه ان انا انضفها باستمرار، يعني ما استناهاش تبرد او كده، يعني احاول ان انا انضفها وهي سخنه شويه او دافيه، بحيث ان الموضوع الدهون ما تنشفش عليها. اعتقد ان ده انسب حل عشان يغنيكم عن كل الكلام ده. بصوا الليفه اللي انتوا كنتوا شايفيني ماسكاها دلوقتي، هي كانت طالعه الفتره اللي فاتت، طبعا شكلها
شكلها هتشوفوه ان هي شكلها مش مشجع خالص، بس هي ما شاء الله من الحاجات الاختراعات الجميله اللي انا اكتشفتها، ان هي بتنظف الحاجه تمام، بتلمعها من غير ما تقشر يا جماعه، بتلمع من غير ما تقشر تمام. من الحاجات التحفه قوي قوي اللي انتوا تقدروا تستخدموها للحلل مثلا الجرانيت او التيفال، ومش هتقلقوا خالص ان هي تقشر منكم. هي مش قويه زي السلكه العاديه او الحاجات دي، بس هي جنتل ومحتاجه شويه شغل. يعني بصوا انا حاولت اشتغل بيها كتير قوي عشان يعني المع الحته دي، بصراحه الحته اللي فيها خروم دي صعبه 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 في التنظيف، بس الحمد لله قدرنا عليها. وبكده خلاص المطبخ بقى جاهز لاستقبال مشتريات الشهر. استنوني في الفيديو الجاي، هنجيب مشتريات الشهر، وهيبقى فيديو هاخدكم لفه كده في السوبر ماركت زي ما احنا متعودين، ونرجع البيت احكي لكم بالتفصيل. طبعا مشتريات الشهر ده هتبقى مشتريات دايت لاول مره تمام معاكم هنا على القناه، فانا مبسوطه قوي ومتحمسه جدا جدا للفيديو ده. ان شاء الله هيبقى فيديو جامد تمام. ويعني هنبدأ مع بعض كده الرحلة سوا، وربنا يسهل ان شاء الله وتبقى الدنيا سهلة. ولو في اي حد منكم محتاج ان هو يعمل دايت، تعالوا كده نشجع بعض مع بعض. وانا ناوية على حاجات حلوة قوي بالنسبة للدايت، هعمل لكم وصفات وهعمل لكم كده حاجات جديدة. الفيديو بتاعنا هيكون خلص، مع السلامة، باي باي.